الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله
ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. نبارك لولي أمرنا وإمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف هذه المناسبة العزيزة علينا، ونبارك لمراجعنا العدول، ونبارك لجميع شيعة آل محمد لا سيما الرافضة منهم هذه المناسبة الكريمة. ما كنت إذ كنت إلا إن معه، ما كنت إذ كنت إلا إن معه، والملعون أبوك للدين ضعضعه، وأنت ناصرته بالبغي والكذب، فسقطتم على الإسلام شر جعجعه. قاتلك الله من عائشة مارقة، كم أفسدت في الدين وغيرت موضعه، كم أنزلت في القرآن ما ليس به، فجعلت الناس في شر معمعه. السلام عليكم أيها الأخوة المحتفلون ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر المبارك. ابتداء وتبيانا لتأريخ آل سعود، فالقصيدة الأولى بعنوان بني قينقاع، ومن الدارج، ولعلمي بأن هؤلاء لا يفقهون من الفصاحة والبلاغة شيئا، ولهذا كتبت لهم من الدارج لعله تصل لهم الرسالة. أقول فيها: فتش عن جيفهم واسأل التاريخ، وكل باحث أصيل وكل باحث شريف يعرف الأوطان. هداك الله ما تقل من هو آل سعود، هم عدهم أصل ظاهر وبرهان. قال اسمع يا هل تسأل عن الأرذال، التاريخ يجاوبني. قال اسمع يا هل تسأل عن الأرذال، لا عدهم قيم لا ذمة لا إيمان، جدكم مردخاي ويا قبيل أنتم. قالوا قينقاع مجد الأوثان، رد قالوا والربيعة ننتمي إحنا، لو عن زمان ندري والأصل تلفان. يهود انتم أصلكم زمرة آل سعود، يهود انتم أصلكم زمرة آل سعود. واحدكم بهيمة ومن مسخ حيوان، منظركم بشع ما يشبه بني آدم. واحدكم فطيسة ويشبه الثيران، يا فتوى قتل تنفع الأجلاف، يا كسرة وجي ويا غيرة النسوان. ما هو ربنا ما هو الباري أمرنا نلعن الكفار،
واصحاب السبت ملعونة بالقرآن، مثل ما تلعن حمد العن الأصنام، العن أبو بكر وعمر عثمان، والعن جعدة وعائشة وحفصة وأبو لهب الخبيث، ومثل أبو سفيان ويزيد العن بعد، والعن ابن زياد، ما هو ذاك اللعين اللي أسس الطغيان، وخالد بن وليد العن يه الشيعي، وبعد لا تنسى العن بني مروان، شعد كثر النواصب والأسامي هواي، مثل الذياب المالية الوديان، وشيبة العن عتبة وبني أمية، وابن العاص العن، والعن الغربان، وهند العن بعد، والعن الحجاج والسفاح والمنصور والعربان، وأمين العن بعد، والعن المأمون، وكل صوفي خبيث يدعي العرفان، وأمين العن بعد، والعن المأمون، وكل صوفي خبيث ويدعي العرفان، وأحفاد الرفاعش كم قذر بيهم كفروا بالإله ودوحة الرحمن، وهارون الوغد واللا رشيد العن، وكل معتوه إلهم ينتمي وثعبان، أقصد للعريف وذاك الوغد عرعور، وعربان الخليج الفقدة الوجدان، مو شاف العجمي يحارب الشيعة، وكل فتوى الفتاهة تخالف التبيان. قل لي بيا شريعة وتقتل الأشراف وتصدر فتاوي وتذبح الرضعان، ومحيي الدين يكفر مثله ويعلن، ابن عربي، ومحيي الدين يكفر مثله ويعلن، وذاك البدو ابن البادية الجرذان. مو هذه الصحابة اللي بيها تفتخرون؟ عفن يتبع عفن يا زمرة الشيطان، مو هذه الصحابة اللي بيها تفتخرون؟ عفن يتبع عفن يا زمرة الشيطان. أوام القصيدة الثانية ردا على هؤلاء المنجرفون وراء الذين يدعون ويدعون إلى التقارب بين المذاهب، ونرى ونسمع الفتاوي من هنا ومن هناك ومن هذا وذاك. أقول لهم، والقصيدة بعنوان بس علي وأصحابه هم الفرقة الناجية. اركبت صهو القصيدة ومعتلي ليها، اركبت صهو القصيدة أو معتلي ليها، فارس وقلبت سافلها عاليها. يا دعوة تقارب يا مذاهب ليش عقيدتنا تبيع وتشتري بيها؟ يا دعوة تقارب يا مذاهب ليش عقيدتنا تبيع وتشتري بيها؟ لا تسب عائشة، لا تلعن عمر عثمان، طاغ اللي فتى ويجهل مبانيها، طاغ اللي فتى أو يجهل مبانيها. غصبوا للخلافة أو قتلوا الزهراء من عقدة وسقيفة وصوتوا ليها، وارضاع الكبير وللنبي تقله هم تزعم نبي وتكفر خليها، هم تزعم نبي وتكفر خليها. وبحرب الجمل طلعت تجر جيوش وقفت ضد علي وما يخفى ماضيها، حرفت للشريعة وتالي هذا اليوم، حرفت للشريعة وتالي هذا اليوم. شنشوف حرفت للشريعة وتالي هذا اليوم، نشوف كلاب تلحس نعل رجليها، حرفت للشريعة وتاليها هذا اليوم، نشوف كلاب تلحس نعل رجليها. إذا تحمل عليه يلهث وذا التركة، إذا تحمل عليه يلهث وذا التركة ينبح صار يتبع كل مريديها. عمايم تدعو للوحدة للتقريب، عمايم تدعو للوحدة للتقريب، صدق صح المثل خل تعوي خليها. عمايم تدعو للوحدة للتقريب، صدق صح المثل خل تعوي خليها. انتبه يا الشيعي، هالزمرة مو شيعة، وصيحتنا بوجه كل طاغي ندويها، وصيحتنا بوجه
كل طاغ ندويها مثل ما تبرى حجر، منهم تبرينا وبعد نتبرى من زمرة محبيها. ايش قد صرح محمد وبحياته ايش قال علي باب المدينة أو سر معانيها. ايش قد صرح محمد وبحياته ايش قال علي أصل الديانة وسر معانيها. وامتي تفترق بعدي فرق 70، وامتي تفترق بعدي فرق 70 وثلاثة ووحدة اللي تنجيها. إذن باقي المذاهب كلها من حرفة، وأبواب الحوار بحجة نطويها. إذن باقي المذاهب كلها من حرفة، وأبواب الحوار بحجة نطويها. إيش قد غيبوا علي لكن مثل النور، إيش قد غيبوا علي لكن مثل النور. شمس وبكل عصر يغسل يطف فيها، بس راية علي، بس راية علي نحملها فوق الروس ونقص لسان كل من يزايد عليها. والشاهد انظر للنجف شو تشوف، قبة من ذهب والراية تعليها. والشاهد انظر للنجف شو تشوف، قبة من ذهب والراية تعليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب يمنش السحب وامطارها هميع، تسقي الشجر وتميس في وارف خضرها، وتبرج مروج الأرض وتحيلها ربيع، تتراقص مراقص غيد طيب زهرها. صلي على مظل الغمامة شديد ومنيع، اللي يفضاله بالورى محد حصرها. أعني النبي الهادي وعتر تجميع، خير البشر بطياب مغرسها وغررها. ثم السلام على اتباع حسنه والبيع، بيع وشروا لمودة بغالي مهرها. والعن يا ربي أعاديهم وكل ويع، من بوبكرها ونعثلوا خسة زفرها. والعن مواليهم موالي إبليس ورضيع، من درمه الناصبة نصبة وقدرها. تابع لعنهم الجمل وعويشه طويع، وتابع لعنهم الجمل وعويشه طويع. مطوعتهم واخذل كل من نصرها، من كل جليل الذات مطقوق المرابيع، مكفخ مصرقع من الرضع الخبرها. العيون نصرة عايشة لبسة ومداريع، ودقوا طبول الحرب بدو وحضرها. عتبي على اللي قال والي وانه مشيع، شيعي بطقه طابعه طابع عمرها. أصوات تتمايع من بكوس وبواليع، شنه العمايم يلي ما تدري أمرها. مغرور بالشهرة وحوزات ومجاميع، مثل العقارب رابطة بطمس بحجرها. نوبة باسم الفلسفة لسان المداليع، ويوم قضى التقريب تشعل في جمرها. لا ما قبلنا ننبطح وجسومنا هجيع، للرايح وغادي ولا نرضى بغدرها. حنا اتبعنا علي وعلومنا تذيع، واحنا الرمينا الروس بدبار وجعرها. حنا الكسرنا الصنم وقلوبنا تطيع، لأم الحسن ما تلين للعايف خبرها. خدام للمهدي وللنصرة مساريع، لا عايشة تهمنا ولا زبالة ذكرها. جيل أحسنت رحم الله والدينا. حنا الكسرنا الصنم وقلوبنا تطيع، لأم الحسن ما تلين للعايف خبرها. خدام للمهدي وللنصرة مساريع، لا عايشة تهمنا ولا زبالة ذكرها. جينا وفرحنا بموتها وكلنا متابيع، للمرجعية الحرة ونعرف سبرها. للمرجعية الحرة ونعرف سبرها. وسلامتكم. أم الفواحش سبها لا يحرم،
أم الفواحش سبها لا يحرم، ولأجل عين ألف عين تخرم. لا تدعي حب النبي وآله، وبشتم عائشة الخنا تتأثم. صلوات. من أبو بكر وعمر أعلن براءة. من أبو بكر وعمر أعلن براءة، كذب كل من وصفهم بالبراءة. الغصب حق الوصي ماله، براءة براءة بسقر كل من بغاض حامي الحمية. صلوات. أرد يفهم هل يلومن أو من حجانا كل بلانا عيشة أسا ومن حجانا، وللبراءة من حصاير منهج عمي. منهجانا أشت منها وي أهلها بلا تقية. صلوات. عمي أم ظلمت حجة الله، من جملها والترضي كالظلام، ومن جملها شيعة رضعت من ثديها. عمي شيعة مو احنا شيعتهم، شيعة رضعت من ثديها، ومن جملها بكري. عمي بكري وبتري كلهم أخوة وسامرية. صلوات. غاتي بالخدمة. يقول من جملها أم ظلمت حجة الله، أم ظلمت حجة الله، من جملها والترضي كالظلامة، ومن جملها شيعة رضعت من ثديها، ومن جملها وبتري كلهم أخوة وسامرية. صلوات. عمي إذا صحت لمكم عايشة رجعي، إذا صحت لمكم عايشة رجعي، بجرايمها نحاكمها بأثر رجعي، واللي ما يعجبه متخلف رجعي نحاكمهم معاها يا زمرة بترية. صلوات. هسه بيك حيل تجاوبني؟ جوابك بس تقول مستورة وشوف أوصافه. جزاك الله خير الجزاء. تقول مستورة وشوف أوصافها، تقول مستورة أعلى، تقول مستورة وشوف أوصافها، تقول مستورة أعلى. أدري بيكم صايمين.
وشوف اوصافها تقول مستورة، وشوف وين حسن السيرة وين انصافها تقول هلا فوصافها تقول مستورة، وشوف صافها تقول مستورة، تقول مستورة وركبت على الجمل، تقول مستورة وركبت على الجمل، يمشي من شوقه تمسحل يسحل سحل، يشم رعافه للمحشش خبيل، يشم رعافه للمحشش خبيل، قال مثل المسك ريح رعافه تقول مستورة، هلا صافها تقول مستورة، فوصافها تقول مستورة وما حاكي الرجال، تقول مستورة وما حاكي الرجال، وصوتها بحرب الجمل هز الجبال، وصوتها بحرب الجمل هز الجبال، وين حكمك يا زلم يا ابن الحلال، وين حكمك يا زلم ابن الحلال، العصبية تقول عقلك عافها تقول مستورة، هلا فتقول مستورة، بالله ما قال الحهم سيد البشر، بالله ما قال الحهم سيد البشر، زوم تلزم بيتها وظهر الحصر، شعجب من مصر طلعت هي المصر، وبيتها الهودج وستر الحافة تقول مستورة، هلا صافها تقول مستورة، تقول مستورة وحتكي ما يصير، تقول مستورة وحتكي ما يصير، عجل وين نصرف رضاع الكبير، تطفح الأسفار من كذبك وفير، تطفح الأسفار من كذبك وفير، لهالسنة أولادك يدر رعافها تقول مستورة، وصافها تقول مستورة، وشوف تقول مستورة وبريئة من السماء، تقول مستورة وبريئة من السماء، خلني ناشد طلحتك ونحشمه، مو أساس هواية عفة محرمة، ما داخل عليها وشافها تقول مستورة، فوصافها تقول أغاتي فوصافها تقول مستورة وبريئة من السماء، تقول مستورة وبريئة من السماء، خلني ناشد طلحتك ونحشمه، مو أساس هواية عفة محرمة، ما داخل عليها وشافها تقول مستورة، وصافها تقول مستورة، وشو تقول مستورة عمايم هالزمن، تقول مستورة عمايم هالزمن، رابية بالحوزة بس تقطر فتن، مظهر اليذري ومخباه العفن، مظهر اليخبي ومخباه العفن، ومن خبر هالعارفة بها عافة تقول فوصافها تقول مستورة، لطايح النبي المختار، لطاح النبي المختار، عادت حميرة والنوب للكرار، عادت أطباع اش كثر بيها خباث، عادت تعلم للكبار رضايع،
هي القصيدة حارت بعايش جملها، القصيدة حارت بعايش جملها، حميرة وبالحسن شاذي جملها، جملها للبصرة طلعت ركبت جملها تنبح كلاب حوأب غدايات هي صلوات. كما تعلمون طبعا مصادرهم مذكورة هاي الرواية أنه أطاف الضبة والأزد بعاشة يوم الجمل، وإذا رجال من الأزد يأخذون بعر الجمل فيفتونه ويشمونه ويقولون بعر جمل أمنا ريحة المسك. فيقول الشاعر بعر هذا الجمل بيك حيل هوسة ها، بعر هذا الجمل ريحة مسك ينطي، بعر هذا الجمل ريحة مسك ينطي، كم واحد تمسك بيه، كم واحد تمسك بيه، كم جندي غدت عركة عليها والواد متجدي، غدت عركة عليه والواد متجدي. آية جملج آية جملج يا عايش ما أحلى بعراته، آية جملج يا عايش ما أحلى بعراته، على جملج يا عايش لما هاي صفوف، على جملج يا عايش لما هاي صفوف، طماشة ومعجزة والناس كلها تشوف ريحة الما تشمحك هاي كل أنوف، ريحة الما تشمها هاي كل أنوف، تشم عمي تشم وتقول ريحة مسك محلاته، تشم وتقول ريحة مسك محلاته، تشم وتقول ريحة هلا أتى تشم وتقول ريحة. فاز الحصل من الجمل بعره فاز الحصل من الجمل بعره فاز، والما حصل ببعره يقول خنشم غاز، جاز لهم عجب هالفعل عدهم جاز، ما قالوا شرك شاويا فتواته، ما قالوا شرك شاويا فتوى. قولوا يا الأحرار عائشة في النار، عائشة في النار، قولوا يا الأحرار عائشة في النار، عائشة في النار، عائشة قولوا يا صوتك هلا عائشة في النار، عائشة في النار، عائشة عدنا خبر هام ما احنا بالاوهام، نحتفل كل عام ونصيح يا جار، عائشة في النار، عائشة في النار، عائشة. قولوا يا الأحرار قولوا يا هلا عائشة في النار، عائشة في النار، عائشة حيوا الإجانة سهروا معانا، حيوا الإجانة وسهروا معانا، قولوا ويانا وفرحوا المختار، فرحوا المختار، وعائشة في النار، عائشة في النار، قولوا يا الأحرار عائشة في النار.
عائشة في النار وآذت نبينا وحدر علينا وآذت نبينا وحدر علينا واجب علينا ننظم الأشعار عائشة في النار عائشة في النار قولوا يا الأحرار عائشة في النار عائشة في النار وأم البلاوي اسمع الراوي أم البلاوي واسمع الراوي وأبو العتاوي وانظر الأخبار عائشة في النار عائشة في النار عائشة هلا يقولوا يا الأحرار عائشة في النار نار عائشة في النار أبو هريرة وأبو هريرة وينقل السيرة وما عدها غيرة ترضع الكبار عائشة في النار عائشة في النار قولوا يا الأحرار قولوا يا الأحرار هلا عائشة في النار عائشة خادم عائشة في النار أبو هريرة وينقل السيرة أبو هريرة وينقل السيرة وما عدها غيرة وترضع الكبار عائشة في النار عائشة في النار عائشة هلا قولوا يا الأحرار عائشة في النار عائشة في النار عائشة أيت زين الجواري واقرا البخاري اليدري داري وعلى المادر العار عائشة في النار عائشة في النار عائشة في قولوا يا الأحرار يا الأحرار عائشة في النار نار مو أم نهاية ومو أم نهاية وأم المطايا مو أم نهاية أم المطايا عالجم الراية وعلى البغل تذكار عائشة في النار عائشة في النار عائشة قولوا يا الأحرار ما أسمع يجاوب جواب عائشة في النار مو أم نهاية ومو أم نهاية ومو أم نهاية وأم المطايا وأم المطايا وعالجم الراية وعالجم الراية وعلى البغل تذكار عائشة في النار عائشة في النار قولوا يا الأحرار قولوا يا الأحرار عائشة في النار نار غسل الجنابة غسل الجنابة تعلم بصلابة وما من بخابة وما من بخارة هلا غانون غابة وما من نجابة وغانون غابة يدخلون بالدار عائشة بالنار عائشة في النار عائشة في قولوا يا الأحرار قولوا يا الأحرار هلا عائشة في النار عائشة في النار غسل الجنابة غسل الجنابة تعلم بصلاته تعلم بصلابه وما من بخارة هلا ما من نجابة وقانون غابة يدخلون بالدار عائشة في النار عائشة في النار قولوا يا لح هلا قولوا يا الأحرار عائشة في النار عائشة في أم وسخة أم وسخة وأم قذرة وأم بيحة أم وسخة وأم قذرة وأم بيحة اللي ما والى بحياته منه أم بيحة أم بيحة وأنا ما أرضى بسماها أنا ما أرضى بسواها وأمي
أبيها ونبيكم يا ربع عشش علي. ما شأن أم الفاسقين وشاني بنت الشهير بآكل إني عرفت بأنها بنت الزنا وبنات تيم جلهن زواني. قتلت رسول الله طه المصطفى وفؤادها خال من الإيمان. ومضت تقود الجيش ضد وصيه ومضت تقود الجيوش ضد وصيه ليث الليوث وفارس الفرسان. مع طلحة الملعون صاحب سرها مع طلحة الملعون صاحب سرها وعشيقها من سالف الأزمان. يا منكرا كوني أقوم بثلبها يا منكرا كوني أقوم بثلبها لا تنقض المثبوت باستحساني. قد صرح الله العظيم بشأنها وكفى بقول الله في التبيان. هي قمة الفحشاء بل جبل الخنا. هي أشبه النسوان بالشيطان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. نتقدم إلى ساحة القداسة، إلى مولانا وسيدنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى هلاك قاتلة جده الرسول والمؤذية لأمه البتول والخارجة على أبيه أمير المؤمنين والمحرفة للإسلام حتى نطق فيها القرآن بما نطق من إدانات فوق 7 سماوات. نرفع التهاني كذلك إلى السيد المرجعي دام ظله، وإلى جميع المراجع العظام، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، سائلين الله تبارك وتعالى أن تسهم هذه الاحتفالات المباركة في إيقاظ هذه الأمة وتبيان حقيقة هذه الشخصيات المنافقة الإجرامية التي ما زلنا ندفع إلى اليوم أثمانا باهظة بسبب اغترار من اغتر بها واتباع أولئك المغترين المخدوعين لها. أيها الإخوة الأكارم، جاء في كتاب الله عز وجل كثير من الآيات التي حملت تهديدا قويا وشديدا للذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. من جملة تلك الآيات ما جاء في سورة آل عمران المباركة من قوله تعالى:
وهو يقرع أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. آية أخرى جاءت في سورة الأعراف المباركة: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. أريدك أن تلاحظ معي هذه الآيات التي كلها في هذا السياق أو في هذا المضمون، إنها تتوعد الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدون طريق العوج، طريق الاعوجاج، طريق الانحراف، يؤصلون لهذا الطريق الانحرافي في الأمة ويبعدونها عن سبيل الله وصراطه المستقيم، عن الطريق السوي. نقرأ في سورة هود عليه السلام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. نقرأ في سورة إبراهيم عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. إذن كل هذه الآيات تتوعد الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أول الأسئلة ها هنا: ما هو سبيل الله؟ سبيل الله بلا شك ولا ريب هو سبيل الرسول الأعظم والأئمة الأطهار من عترته الطيبة صلوات الله عليهم أجمعين. هذه يفترض أن تكون بديهية لا نقاش فيها، فكيف إذا ضم إلى ذلك النص؟ حينما نقرأ نحن في سورة محمد صلى الله عليه وآله: أول هذه السورة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. نفتح تفسير القمي عليه الرحمة والرضوان
فنجده يقول: نزلت في الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وغصبوا أهل بيته حقهم وصدوا عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن ولاية الأئمة عليهم السلام، أضل أعمالهم أي أبطل ما كان تقدم منهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله من الجهاد والنصرة. ثم إن الشيخ الأقدم القمي يردف كلامه برواية يرويها عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، وهذه مرت عليكم من ذي قبل فقد ذكرناها في إحدى المحاضرات. قال الباقر عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد والناس مجتمعون بصوت عال، أمير المؤمنين يتكلم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. يصيح أمير المؤمنين بهذه الآية. فقال له ابن عباس: يا أبا الحسن لم قلت ما قلت؟ قال: قرأت شيئا من القرآن. لقد قلته لأمر، عندك غاية من وراء الاستشهاد بهذه الآية. قال: نعم، إن الله يقول في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أفتشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه استخلف أبا بكر؟ قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى إلا إليك. قال: فهلا بايعتني؟ قال: اجتمع الناس عليه فكنت منهم، أنا مع الجماعة، لا أريد التفرقة بين المسلمين. وهذا منطق أولئك الذين يحاسبوننا اليوم ويلوموننا، يقولون: أنتم تفرقون بين المسلمين، أتريدون الوحدة والاجتماع والجماعة على الكفر بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني نخون النبي صلى الله عليه وآله من أجل أن نجتمع. هذا هو منطق ابن عباس. يصرح لأمير المؤمنين يقول له: ما سمعت النبي أوصى لأحد إلا إليك، ما استخلف أبا بكر. فأمير المؤمنين قال له: فهلا بايعتني؟ بايعني. فماذا أجاب؟ قال: اجتمع الناس عليه فكنت منهم، أنا أريد الجماعة مع أبي بكر، لا أريد الفرقة. خذوها قاعدة أيها الإخوة: فرقة مع رسول الله وأهل بيته خير من 1000 جماعة مع غيرهم. هذا أمر واضح. قال: اجتمع الناس عليه فكنت منهم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: كما اجتمع أهل العجل على العجل. ها هنا فتنتم، ومثلكم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إذن سبيل الله هو سبيل محمد وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام بلا ريب وبلا شك. سبيل الله هو سبيل هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. الأمر واضح. طيب، من يصد عن هذا السبيل ويبغيها عوجا؟ من هو هذا؟ أحد أبرز رموز الصد عن سبيل الله وابتغاء العوج عائشة بنت أبي بكر لعنها الله. تسألني كيف؟ أقول لك وهل يحتاج إلى جواب؟ إثبات أن عائشة كانت تصد عن سبيل الله، تصد عن الحق وتبغيها عوجا.
هذا يحتاج إلى إثبات؟ يكفيك فقط أن تنظر في حياة عائشة وسيرتها فتعرف. هذه المرأة التي جاءت بكل هذا الكم الهائل من الانحرافات، هذه المرأة التي علمت المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسحورا، فضاهت كلمة المشركين: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذه التي رسخت هذه العقيدة وشككت الناس في نبوة رسول الله، هذه التي علمت الناس أن رسول الله كان ينسى آيات القرآن الحكيم ويسقطهن من القرآن، هذه التي علمت الناس أن رسول الله والعياذ بالله كان رجلا شهوانيا، هذه التي علمت الناس أن رسول الله كان رجلا غير عادل. لما قالت له: ألست تزعم أنك رسول الله؟ فقال: بلى. فقالت له: ما لك لا تعدل. هذه التي علمت الناس أن رسول الله كان يشرع أمورا إباحية كرضاع الكبير، وكان لا تأخذه الغيرة على نساء المسلمين. هذه التي علمت الناس كما تروي وتذكر أن رسول الله حول مسجده إلى مرقص يرقص فيه الناس. هذه التي علمت الناس أن رسول الله كان جاهلا والعياذ بالله، لا يفقه لا يعرف، حتى أنه مثل تأبير النخل لا يعرفه، كان جاهلا به، إلى غير ذلك مما أحدثته في الإسلام واعترفت به، قالت: إني أحدثت بعده، إلى غير ذلك من تبديلها للأحكام، حين أجازت للناس مثلا أن يأكلوا الفئران، بل أن يأكلوا الميتة. تروي حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وآله، مضمونه أنه إذا جاءك مشرك كافر بطعام لحم وأنت بطبيعة الحال لا تستحل أكل ما ذبحه المشرك لأنه بحكم الميتة لم يذكر اسم الله عليه، قالت رسول الله: أجاز، وقال: أنت سمي، أنت من الأكل مطبوخ خلص، مذبوح ومطبوخ، أنت قول بسم الله الرحمن الرحيم وأكل، خلص حلال. فأدخلت في بطون المسلمين عبر القرون طعاما حراما، وهذا له تأثير كما تعلمون. هذه المرأة إذا لم يكن هذا منها كله، إذا لم يكن اعوجاجا، فأي شيء الاعوجاج؟ إذا لم يكن هذا ابتغاء للعوج، فأي شيء هو ابتغاء العوج؟ ثم بعد ذلك لا أظن أن هنالك أحدا يخالف أن حكم الله عز وجل عليها هو سيد كل حكم. الله تعالى وصفها بالاعوجاج، هي وأختها حفصة في سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الصغو هنا هو الاعوجاج، هو الانحراف. الله ينبئنا يقول إن عائشة وحفصة امرأتان صاغيتان، أي معوجتان. الله يصفهما هكذا، فإذن هما من أهل العوج. وبعدئذ نفهم أن عائشة اليوم في الجنة أم في النار. ما حكم الذين يصدون عن سبيل الله، أي يصدون عن الطريق السوي، عن الاعتقادات السليمة، إلى طريق ذي عوج، أي إلى اعتقادات منحرفة، إلى أفكار منحرفة؟ ما حكمهم وما جزاؤهم؟ تقرأ القرآن فتعرف. تقرأ في سورة النحل قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. عذاب فوق عذاب الآن على عائشة.
لأنها صدت عن سبيل الله، صدت عن رسول الله، شككت الناس في نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، شككتهم في الإسلام، وصدت عن طريق أهل البيت، عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. حاربت الأئمة الأطهار، حاربت عليا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فماذا تريد أكثر من هذا؟ عذاب فوق عذاب الآن يتوالى على عائشة. تقرأ في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. هذا إن شاء الله سيحصل لنا إن شاء الله، نحن نكون من أهل الجنة وننادي حينئذ أصحاب النار، نخاطب حينئذ عائشة: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. عائشة تقول إيه نعم صحيح. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذا هو جزاء عائشة باستدلال قرآني واضح. نحن أيها الإخوة حينما نحتفل مثل هذا الاحتفال فما هو دواعيه؟ ما هي دواعيه؟ كثيرون يتساءلون أي فائدة في مثل هذه الاحتفالات؟ قد قدمنا في السنين الماضية، هذه بحمد الله السنة الرابعة، قد قدمنا في السنين الماضية أجوبة لهذه التساؤلات. قلنا مثلا إنا نحتفل هذا الاحتفال كمصداق لمحاربة هذه العدوة لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نحن تعبدنا الإسلام بذلك. قال رسول الله: أنا سلم لمن سالمهم، حرب لمن حاربهم. وهذه المرأة حاربتهم صلوات الله عليهم، فنحن نحتفل لكي نحاربها. كيف نحاربها في مثل هذا الزمان؟ بأن نفضحها، بأن نبين جرائمها، بأن نبين مساوئها، بأن ندعو الناس إلى أن ينزهوا أنفسهم عن موالاتها، ندعوهم إلى أن يبرأوا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله منها. هذا مصداق من مصادق محاربتها، وهذا أمر مطلوب شرعا. كما نحارب نحن يزيد مثلا، كما نحارب معاوية مثلا، هذه كأولئك، بل هي أعظم جرما وإثما كما نطقت به الأحاديث الشريفة. هنالك أجوبة أخرى مهمة جدا، من أهمها أن نقول إن هذه المرأة فتنة لهذه الأمة ومورد لهلاكها. إن اتبعت هذه الأمة هذه المرأة وطبقت ما جاءت به من بدع وآمنت بما جاءت به من أحاديث مكذوبة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فهذا يورد هذه الأمة الهلكة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال كلمة مهمة جدا في وصف عائشة. هذه الكلمة تجدونها في تاريخ أبي الفداء في المجلد الأول الصفحة 78، وفي المعيار والموازنة للإسكافي الصفحة 53، وفي شرح النهج لابن أبي الحديد المجلد الأول الصفحة 233. ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام في وصف عائشة؟ يقول: والله إن راكبة الجمل الأحمر ما تقطع عقبة ولا تحل عقدة إلا في معصية الله وسخطه حتى تورد نفسها ومن معها موارد الهلكة. عائشة
تورد نفسها ومن معها كل من يتبعها موارد الهلكة. موارد الهلكة يعني شنو؟ يعني جهنم والعياذ بالله. هذه امرأة فتنة لهذه الأمة. رسول الله صلى الله عليه وآله وصفها بالفتنة، أشار نحو مسكنها فقال: ها هنا الفتنة، ها هنا الفتنة، ها هنا الفتنة، من حيث يطلع قرن الشيطان. لما سئل أمير المؤمنين عنها وسئل عمار بن ياسر عنها بماذا أجابا؟ قال: إن الله ابتلاكم بها ليعلم أيهما تطيعون، إياه أم هي. فتن، الله يفتتننا، يختبرنا، يختبر هذه الأمة بعائشة. زين، إذا كانت هذه المرأة فتنة وهي بالفعل فتنة، فماذا علينا أن نفعل؟ أن نحصن أنفسنا، نحصن أبناءنا، نحصن أمتنا من أن ينساقوا وراء هذه الفتنة، من أن ينخدعوا بهذه المرأة الفتنة، وإلا فإنا نضيع. خلي أعطيك نموذج على مقدار ما كان في هذه المرأة من فتنة. اقرأوا في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني في المجلد 8 الصفحة 71، ينقل حادثة في خصوص معركة الجمل عن كتاب أخبار البصرة لعمر بن شبة. هذه الحادثة عن شخص يقال له أبو رجاء. هذا أبو رجاء كان رجلا يستعظم الدماء، يخاف من مسألة الدماء ودائما يحذر منها، وأنه لا نشترك في شيء فيه دماء، فيه اقتتال، فيه فتنة إلى آخره. يقول عن أبي رجاء أنه ذكر الدماء فعظمها، وقال: كان أهل الجاهلية إذا دخل الشهر الحرام نزع أحدهم سنانه من رمحه وجعلها في علوم النساء، ويقولون: جاء منصل الأسنة، يعني هذا الشهر الحرام. يحاول يذكر مثال أنه أهل الجاهلية في الشهر الحرام كانوا يبتعدون تماما عن الدماء. هو ثم يقول بعد ذلك، يقول: ثم والله لقد رأيت هودج عائشة يوم الجمل كأنه قنفذ، من كثرة السهام التي وقعت عليه. فقيل له: قاتلت يومئذ؟ قال: لقد رميت بأسهم، ضربت لي كم سهم أو رميت لي كم سهم. فقيل له: كيف ذلك وأنت تقول ما تقول؟ كيف أنت اللي تتحرز من الدماء كثيرا وتحتاط، لماذا اشتركت إذن في هذه الحرب وفي هذه الفتنة ورميت بأسهم دفاعا عن عائشة؟ فقال، هنا التفت، هنا محل الشاهد، قال: ما كان إلا أن رأينا أم المؤمنين فما تمالكنا. بس شفنا عائشة ما قدرنا، أخرجتنا عن أطوارنا، خلاص ما قدرنا نتمالك أنفسنا. عرفتم الآن مقدار فتنة هذه المرأة؟ هي بالفعل كما قدمت لكم سابقا مرأة كانت بليغة فصيحة أديبة، تستطيع أن تؤثر على الناس، وما زالت رواياتها وأحاديثها وأخبارها مؤثرة على الناس. الناس فتنوا بها كما فتن بنو إسرائيل بالعجل. واقعا القضية هكذا. احنا نعاني اليوم، نحن اليوم نعاني من عائشة، عندنا مشكلة كبيرة اسمها عائشة، افتتن بها الناس وانحرفوا وراحوا إلى طريق العوج بسبب عائشة. إخواني، المسألة خطيرة. لا تظنن أنه حتى نحن أبناؤنا نحن الشيعة يمكن أن يكونوا في معزل عن هذه الفتنة العائشية. لا تتخيل هذا الشيء. إحنا بحاجة إلى أن نواصل هذه الاحتفالات حتى نعطي جرعات من التحصين، من المناعة.
الكل يتعلم. نكرر في كل سنة في مثل هذا اليوم، نكرر جرائم عائشة ومثالب عائشة ومطاعن عائشة ومخالفات عائشة للشرع، مخالفاتها للدين، انحرافاتها، حتى أبناؤنا يوما ما لا ينسوا هذا الأمر فينساقوا وراء عائشة من حيث لا يشعرون. هذا إخواني صار. هنالك أفراد تربوا في وسط عوائل إيمانية تماما في الزمان القديم، وانحرفوا وراء عائشة ووردوا المهلكة، وردوا النار. من منكم لا يعرف المقداد بن الأسود الكندي رضوان الله تعالى عليه؟ هذا الرجل العظيم الجليل الذي جاء في مدحه ما جاء من رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، الصادق الذي يقول: أما إذا أردت مضمون حديثه الذي لم يشك ولم يرتب فالمقداد. رجل جبل كان من الأركان الأربعة، من سادة أهل الجنة يعتبر. هذا المقداد الرجل صاحب رسول الله، صاحب أمير المؤمنين، من حوارييهما. هذا الرجل تصدق أنه ابنه عنده ابن اسمه عبد الله. هذا الابن فتن بعائشة حتى ذهب في يوم الجمل وحارب في عسكر عائشة إلى صف عائشة، وقتل هناك إلى جهنم وبئس المصير. تصدق؟ ابن المقداد. ومن جهة أخرى أمه من؟ بنت عم رسول الله، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، بنت عم أمير المؤمنين. يعني هو من الجهتين يفترض أن يكون أقرب إلى أمير المؤمنين عليه السلام. أما شوف سبحان الله، اقرأوا في ترجمته في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني أيضا برقم 6290، يقول: عبد الله بن المقداد بن الأسود وأمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. قال ابن سعد: شهد مع عائشة الجمل فقتل بها، فمر به علي بن أبي طالب فقال: بئس ابن الأخت أنت، بئس ابن الأخت أنت. ليش؟ لأنه يعتبر مثل ابن أختهم، يعني من طرف أمه ينتسب إلى الهاشميين، ينتسب إلى ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فيقال له ابن أختي. هكذا قال: بئس ابن الأخت أنت. هذا الذي يفترض من الطرفين من جهة الأب والأم، يعني الأب والأم شيعيان. عجبا كيف لم يتبع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام واتبع عائشة؟ فتن بها. شلون فتن بها؟ الله العالم. أما راح الآن هذا شنو؟ ماذا ربح الآن؟ قتل عند جمل عائشة. وين راح؟ إلى جهنم نعوذ بالله. لو المخالفين أصلا يتدبرون في هذه المقالة، هذه الكلمة من أمير المؤمنين لما قال: بئس ابن الأخت أنت، ليش يقول بئس ابن الأخت أنت إذا ما كانت عائشة على ضلال وما كان هو على ضلال؟ ليش هكذا ينطق به؟ إذا كانوا معذورين خرجوا للإصلاح كما يقال، خرجوا اجتهادا، فلماذا يصفهم أمير المؤمنين عليه السلام بمثل هذه الأوصاف؟ شوف سبحان الله، رجل هو ابن المقداد وابن ابنة عم أهل البيت، من الطرفين يفترض أن يكون أقرب إلى أهل البيت وإلى نصرتهم، صار عدوا لهم وحارب مع عائشة واغتر بها. أما أخو عائشة وابن أبي بكر العدو الأول لأهل البيت نصر علي بن أبي طالب، محمد بن أبي بكر. سبحان الله، كما يخرج الله عز وجل الحي من الميت والميت من الحي، يخرج الخبيث من الطيب والطيب من الخبيث. ذاك ابن خبيث محمد بن أبي بكر لكنه طيب، وهذا ابن طيب لكنه خبث، صار خبيثا. نحن علينا أن نأخذ درسا من مثل هذا الموقف،
أن القضية هذه قضية هذه الفتنة ليس أحد بمعصوم عنها إلا بأن يكرر مثل هذه الفعاليات التي تحصن نفسه وتحصن أبناءه وتحصن مجتمعه من أن يغتر بهذه الشخصيات الفتنوية المنحرفة التي صدت عن سبيل الله وابتغت العوج، يبغونها عوجا. نحن سنستمر إذن في هذه المعركة. شعارنا الذي رفع هذه السنة ما هو؟ لبيك يا محمد تسقط عائشة. لماذا؟ نحن إنما ننطلق هاهنا لكي ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ندافع عن شخصيته وسيرته، ندافع عن منهجه ودينه. فلا بد لكي ندافع من أن نسقط التي حرفت هذا المنهج وصدت عنه وأرادتها عوجا. هذا الأمر عليكم أن تعرفوه من واقع المعركة التي بدأت مع عائشة في البصرة يوم الجمل. اقرأوا في التواريخ فتعرفون كما في شرح النهج وغيره أن عسكر عائشة كان ماذا شعاره يوم الجمل؟ كان شعاره يا لثارات عثمان. عسكر علي ماذا كان شعاره؟ يا محمد صلى الله عليه وآله. وكان شعار أمير المؤمنين وما يصيح به في معركة الجمل وهو يحارب عائشة يا منصور أمت. فإذن هذه هي المعادلة. من كان مع محمد صلى الله عليه وآله يحارب عائشة، يرفع المحمديون العلويون شعار يا محمد، وليرفع أتباع عائشة ما يرفعون من شعارات، والمعركة مستمرة إلى أن يزهق باطل عائشة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم وانصرنا بهم ولعن أعداءهم سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة
وقتلة الحسين عليه السلام. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي وليه وحجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استغفر الله وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني بهم حسن العاقبة بالاستشهاد في سبيلك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن أمير المؤمنين علي وليه وحجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.